السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هارد لك لجمهور نادي الزمالك العظيم، اللي أنا بقول أفضل جمهور في الدنيا كلها هو جمهور نادي الزمالك، اللي مستحمل على مجالس الإدارات اللي هي كل يوم والتاني جاية ويقول لك احنا هنحل وما بيحلوش. مجلس الإدارة اللي كل شوية يوفي وما بي يعني بوعود وما بتحصلش. هم جايين وعارفين اللي في مشاكل في النادي، في مديونيات في النادي، وقال لك هنحل. طيب عملوا ايه بقى؟ جابوا جون ادوار. طب جون ادوار جابوه، قالوا له عايزين لعيبه وعايزين مدير فن محترم كويس وعايزين. طب هاتوا بقى. الراجل قال لهم هاتوا. مفيش. هات لنا بقى اي حاجه بقى اللي قابلك، اي حاجه كده على القد يعني، زي ما بيقولوا يعني. الراجل جاب مدير فني لا يصلح اللي هو يدرب نادي الزمالك. جابوا لعيبه مع احترامي ليهم لا تصلح برضو اللي هي تلعب في نادي الزمالك زي ما قلنا. يعني لعيبه بصراحه، يعني كل مره بنتكلم عن الحته ديت ومحدش بياخد باله من الموضوع ده. لعيبه انت عايز تنافس. الدوري دلوقتي بقى صعب يا جماعه. الدوري دلوقتي عايز منافسه، يبقى عايز تجيب كواليتي غير اللعيبه اللي موجوده دي كلها. لعيبه لا تصلح، لا تصلح. واحد زي شيكو بانزا ده يلعب العاب قوه. الراجل ده يلعب العاب قوه ومرتاح يجري بس ما بيعرفش يسيطر على الكوره. واحد زي عمرو ناصر مع احترامي ليه، لا كفايه. احمد شريف كفايه. فاروق جعفر، سيف فاروق جعفر كفايه. احمد ربيع اللي جاي برده شكله مفيش. واخد بالك الشكل العام يعني مش، ما هو لعب ماتشين برده مفيش. كابتن شحاته محمد شحاته يتقرص من ودنه شويه يا جماعه. لعب الدلع ده ما ينفعش. فانا عندي لعيبه كلها كده يعني بتاع 10 لعيبه كده نقول لهم شكرا. لو اصعب بقى، ما هي خلاص بقى بقول لك ضربوا الاعور على عينه، قال لك خربانه. خلاص صعب بقى. الناشئين عندك على الاقل هيبقى اسمه ابن النادي، هيدي بما يرضي الله، هيلعب. واللي مش عايز يلعب في نادي الزمالك نصيحه، تقعد مع الاداره. لو هيودوه الاهلي، لو هو عايز يروح الاهلي يودوه. بيعوا دلوقتي بدل ما يروح زي زيزو كده ما راح ببلاش. بيعوا. هو مش هيديك. هو زيزو اداك اخر سنه؟ ما نيجي بس كده ورقه وقلم، عمل لك ايه زيزو اخر سنه؟ ما عملش حاجه. ليه؟ كان مخلص في الاهلي. فمش هيديك. فاللعيبه اللي هي معروفه اللي عايزه تروح النادي الاهلي، قول له تعالى يا ابني، خلي النادي الاهلي يجي يخلص معانا ومشيه. والله العظيم الاداره لو عملت كده عمر الجمهور ما هيزعل منه. مش هيزعل منه. ليه؟ هو اللاعب مش عايز، هو انا قاعده بالعافيه، ما يمشي يا عم يروح. انت النهارده امبارح ماتش، مثلا نقول بيراميدز كنت واقف على رجل، وماتش الاهلي برضو واقفين على رجلهم شويه. يبقى اللي عايز يمشي مع السلامه. ال10 اللي احنا بنقول عليهم دول الشروه ديت ما فيهمش الا بزيره ومحمد اسماعيل، ولازم برضو ورخر يعني يدوس على نفسه شويه، يدوس يبقى افضل من كده. لما بقاش افضل من كده خلال الموسم لحد نهايه الموسم، ما بقاش افضل من كده يمشي. انا مش ناقص كل شويه كوارث في الدفاع، مش ناقص كل شويه مشاكل، وكل شويه نقعد نقول هيبقى كويس. احنا بندلع في اللعيبه كتير. فانت عندك بتاع 10 لعيبه لازم يمشوا. اعتمد بقى على قطاع الناشئين اللي عندي شويه. ما هي خلاص بقى، ما احنا هي بالشكل اللي انت شايفه ده مش يعني خلاص العمليه ما فيهاش بطولات زي ما احنا قلنا. انا قلتها في الاول والناس سمعتني، اللي عايز يعني يراجع الفيديوهات معايا يشوفها كده. انا قلت السكواد ده لا يصلح اللي هو ياخد بطوله، ولو خد مركز ثالث يبقى الحمد لله ربنا كرمه. فبصراحه يا جماعه يعني السكواد اللي عندك ده مش هيديك حاجه. انت امبارح تبص للاهلي امبارح، شوف مين اللي بيطلع ومين اللي بينزل مكانه. شوف الاثنين اللي في النص عاملين ايه. شوف الناحيه الهجوميه عامله ايه. انا مش هذكر حاجه ولا هذكر لعيبه، بس بقول لك بص السكواد اللي قدامك عامل ازاي. بص السكواد بتاع بيراميدز عامل ازاي. بص السكواد بتاع المصري وسيراميكا عاملين ازاي.
انت اقل سكواد في ده كله بقى. لما نيجي نبص لها فنيا، انت اقل سكواد في الفرقه اللي انا قلت عليها دي كلها. فانت ما تجيش تطالب مني بطوله. تطلب مني بطوله ازاي وانت مفيش؟ يعني لما تيجي تعدهم كده على صوابعك كام لاعب اللي ممكن يقفوا على رجليهم ويدوك كره كويسه ويعرفوا يعني يتحملوا الضغوط بتاعه المباراه دي كلها، مش هيكملوا 10 لعيبه. والله ما هيكملوا 10 لعيبه. والله ما هيكملوا 10 لعيبه. دي حاجه. تاني حاجه، هتقول لي انت كنت موافق اللي عبد الرؤوف يا ريت يكمل ويكون مدير فني الزمالك، هل غيرت رايك؟ لا، هقول لك لا، يفضل عبد الرؤوف، يفضل. ليه؟ عنده فكر وابن النادي وكويس، وان شاء الله هيجي، ان شاء الله هيجي. هتقول لي يا عم ده عمل كوارث امبارح. ما هو لسه يا جماعه الخبره عنده قليله، مفيش خبره. هو لسه، يعني الراجل لسه، يعني تاني ماتش، يعني ايه، بيلعب بيراميدز النهارده وبكره بيلعب الاهلي. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ الراجل بيقول لك انا بقالي 3 ايام ما نمتش في ماتش بيراميدز. يبقى اديله العذر، لسه ما خدش على الضغوط بتاعه نادي الزمالك. لكن عنده فكر، عنده احسن من المدرب اللي كان عندي فيرا، اللي انا قاعد بديله، اللي قاعد دلوقتي وقاعد بيقول لك انا عايز وده الشرط الجزائي، اروح اعمل شكوى. روح يا عم روح، كمل بقيه الشكاوي وكمل بقيه الايقافات بقى. ما بقت يعني هيصه، كل يوم والتاني بيجي لي ايقاف عادي، مش شويه يعني، عادي هتعودنا، مفيش مشكله يعني. فانت دلوقتي لا، سيب عبد الرؤوف ده. انت لو قعدت سنه مش هتديله فلوس مش هيقول لك حاجه. ليه؟ ابن النادي. فسيبه، هو عنده وان شاء الله هيدي، وان شاء الله هيطلع لعيبه. فعبد الرؤوف اخطا امبارح، اللي هو عمرو ناصر ده، اللي هو خد 50 فرصه ومش عايز برضه يبان. لا، كان الجزيره افضل. هو ده الخطا. هتقول لي سيف جعفر، اقول لك ما هو ما عندوش بره، ما عندوش دكه يا جماعه، هو ما عندوش دكه. هتقول لي احمد ربيع، ما احنا نزلناه 3 مباريات وبرضه ما ظهرش اللي هو بالصوره اللي هي اللي احنا عايزينها. ده ما معناه يا اداره نادي الزمالك اللي لازم حامد حمدان يجي باي تمن. لعيب تقيل، ده لعب قدام الاهلي الماتش لوحده كان بيلعب الاهلي واحرز الهدف. فانت عايز ايه؟ لاعب تقيل بالشكل ده، عنده روح. بص على روح حامد حمدان ده، لا لعيب تقيل. هيفكرك بمين؟ بطارق حامد، بل بالعكس افضل كمان. فاتمنى اللاعب ده يخلص باي تمن بقى. ده بقى اللي بيقول لك ايه، يعني بيقول لك زي المثل كده عندنا، بيقول لك ايه، الغالي ثمنه فيه. هو ده اللي ادفع له، لان ان شاء الله يبقى لاعب كويس. حط معاه 5 6 لعيبه بقى كده، نقيهم برده كويسين، ويكونوا يعني حاجه بيحبوا النادي وعايزين يلعبوا للنادي، مش يلعبوا عشان الفلوس. وهيسندوا النادي شويه، يكملوا بيه ان شاء الله الدوري. ويعني نتمنى، المنافسه مش بعيده يا جماعه، هي المنافسه قريبه مش بعيده. منافسه الدوري مش بعيده. انت قدامك دوري وافريقيا وعندك كاس مصر، فلسه ما نرميش فوطه من دلوقتي. اسيب مدرب زي عبد الرؤوف ده محترم، هيطلع لعيبه كويسه، ونقف في جنبه، نقف في ظهره. مش بقى كل شويه دلوقتي هيطلع لي واحد من مجالس الاداره بقى، لا احنا عايزين نجيب مدرب اجنبي عشان مش عارف ايه، اصل لا المدرب ده يا باشا، ده كل ده شغل بقى من تحت الترابيزه بقى وما ينفعش. ما تسيبوا الراجل شغال. والله لو عملت استفتاء لجمهور نادي الزمالك اللي الراجل ده يفضل احمد عبد الرؤوف ولا يمشي، هقول لك خليه. انت معاك حاجه؟ هو انت معاك فلوس تروح تقول لي تجيب لي اجنبي وشهر واتنين وهمشيه، وشهر واتنين يقول لك انا لسه ما عرفتش اللعيبه؟ ويعمل ايه بالسكواد اللي عنده دوت؟ هيقول لك انا هعمل ايه؟ ما هو السكواد ده اللي قبل مني هم اللي اختاروه. لا، يبقى خلينا احمد عبد الرؤوف افضل. الكلام ده والله يعني نقعد كده ونسمعه، هتلاقي افضل حاجه ليه يقعد الراجل ده. يعني لو جبت مدرب دلوقتي هيقول لك حجج الدنيا والاخر، السكواد ده وحش، السكواد ده انا ما اخترتوش، السكواد ده ما يجيبش بطوله، انا عايز فلوسي، مش عارف ايه. ونرجع بقى الدوامه دي. طب ما انا عندي ابن النادي اهو، الراجل عنده فكر. قلنا اخطا في ماتش الاهلي حاجات فنيه، لكن لسه الضغوط عليه يا جماعه. فلسه ده راجل شباب، لسه احمد عبد الرؤوف شاب لسه. فان شاء الله هنشوف مدرب
حاجه كويسه زي يعني مدربين كتير ابناء الزمالك. ف يعني انا بقول لجمهور نادي الزمالك، يعني هقول لك ايه، لقى الله، يعني مش هنقول غير كده. امبارح على قد مجهودهم لعبوا. فيعني اتمنى ان الناس برضو تقف في ظهر النادي، جمهور الوافي دوت في ظهر اللعيبه، ونحاول يمكن لعل وعسى حد يطلع منه حاجه من اللعيبه اللي احنا بنقول عليها تمشي دي. هم هيكملوا معانا، هيكملوا معانا بقى. هل بقى يبقى عندهم كده حاجه اسمها روح تطلع كده ونقول الله ده اللاعب ده احنا اخطأنا في حقه وبقى حاجه تانية؟ نتمنى. انت لسه قدامك الموسم بقى، هنشوف لاعب من اللي احنا قلنا ممكن 10 كده وذكرنا بعض الاسماء. يعني في ناس نازله بتقضي زي احمد حمدي امبارح نازل مقضيها كده، مش عايز يلعب. احمد شريف مفيش خالص. محمود بالجهاد ما شفتوش، مش لاقيينه. احمد ربيع مش اللي هو المطلوب، ما اداش اللي انا برضو اللي احنا عايزينه. فهتبص شيكو بانزا العاب قوه، يروح يلعب العاب قوه في بلدهم افضل. هتبص هتلاقي اللي لفت نظرك في الصفقات دي كلها بزيرو، حته بتاع قد كده اهو، بس لعيب كبير، لعيب كبير. فاحنا يا جماعه معلش هارد لك لنادي الزمالك، ونتمنى له باذن الله التوفيق في اللي جاي. واتمنى لاداره نادي الزمالك يعني تحاول تشوف اي حلول، اي حلول في ان شاء الله الفتره الشتويه اللي جايه ديت عشان الصفقات. لان انت لازم اقل حاجه 6-7 صفقات لازم يجوا. مع مين؟ مع مين تاني وبنكرر؟ مع حامد حمدان اول حاجه. لو الوحيد اللي هجيبه، لو الوحيد اللي هجيبه الفلوس كلها اجيبه. لان ده بصراحه هتقول لي عشان ماتش الاهلي، لا هو الراجل اللي قبل كده برده في المطوشه ظاهر الموسم السنه اللي فات، والسنه ده اول ما لعب برده ظاهر. كان ماتش برده سيراميكا الاخراني اللي هم اتغلبوا فيه في الوقت الضايع، اللي معروف برده الحكم معروف ظلمهم. لا ولد لعيب عنده روح قتاليه، يعرف يشيل، هيشيل فرقه. فنتمنى صفقات يا جماعه بالله عليكم 5-6 كده يسندوا مع اللي موجودين، عشان انت لسه ما لمتش الفوطه، لسه المنافسه موجوده، لسه الدوري لسه كتير مطوش، لسه يعني في فرق ايه 3-4 نقط مش قصه، 3-4 نقط مش قصه. دوري طويل يا جماعه، وعندك قلنا بطوله افريقيا وكاس مصر، وان شاء الله باذن الله اللي جاي هيكون افضل باذن الله. ونتمنى الاداره يعني تفكر في النادي شويه، وتشوف مطالب اللعيبه ديت، وتحاول اللي لهم فلوس تحاول توفر لهم اي حاجه، عشان برضو اللاعب برضو كتر خيره اللي هو بيلعب ومفيش فلوس. بيقول لك بقى لنا 3 شهور يعني يا دوبك حاجات كده بيدوها لهم لا تذكر. والناحيه الثانيه يوم واحد لا انت هتاخد فلوسك بياخدها. فطبعا ده بيلعب لان متوفر له كل حاجه، وده الله يكون في عونه بيجاهد. فاتمنى يعني يا جماعه اللي ان شاء الله اللعيبه برضو يبقى عندهم روح ويستحملوا النادي شويه، لانك انت بتلعب في نادي الزمالك، نادي كبير هيعمل لك اسم كبير بعد كده، وهتفضل حياتك كلها مرتبطه بالنادي دوت. وصدقني ان شاء الله هنبقى يعني من الافضل باذن الله. وانا بقول لكم الزمالك جاي يا جماعه باذن الله، الزمالك راجع وهيرجع بقوه باذنك انت يا رب. وان شاء الله يعني هنشوف فرقه كويسه، وان شاء الله مجلس الاداره يحاول زي ما قلنا كده يظبط لنا الصفقات اللي هي الشتويه ديت، وخير ان شاء الله باذن الله يعني، ونشوف نادي الزمالك في افضل حال ان شاء الله. وشكرا، السلام عليكم.